السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو رائحة الفم الكريهة عند بعض الناس أثناء فترة الصيام. الرائحة دي بتنتج عن عدة أسباب. أول حاجة بيكون اللي هو عدم الأكل والشرب، وده بيقلل إفراز اللعاب، وبالتالي بيتراكم البكتيريا على سطح اللسان والأسنان. عايزة أقول لكم يا جماعة نصيحة مهمة جدا، يا ريت وانتوا بتغسلوا أسنانكم هتغسلوا أسنانكم مرة بعد الفطار، مرة قبل النوم، وكمان مرة بعد السحور. دي مرة مهمة جدا جدا. وما ننساش نغسل اللسان بظهر الفرشة. يا ريت نعمل سكرابنج او زي تقشير كده للطبقة البيضاء اللي على اللسان، لان هي دي المسبب الرئيسي في رائحة الفم الكريهة. وتاني حاجة نقلل شرب القهوة والشاي في فترة السحور. وكمان يعني بعض الأطعمة اللي بتحتوي على الثوم والبصل،